كانت المباراة قديما تلعب حتى الدقيقة 90، ثم جاء النادي الأهلي ذا ماستر اوف سسبنس، البلاس 90، ملك البلاس 90، ملك البلاس 90 مع المهاجم اللي ما بيجيبش جوال غير في البلاس 90، وسام ابو علي الرجول من أرض الكرامة والعزة إلى نادي شعب النادي الأهلي. هكذا هو النادي الأهلي، هكذا روح الفانيلا الحمراء، هي دي لعيبة النادي الأهلي وهي دي رجولة لعيبة النادي الأهلي. شكرا للنادي الأهلي على الروح، شكرا للنادي الأهلي على الرجول، شكرا ياسر إبراهيم اللي هو دوري ياسر إبراهيم 100%. تعالوا أقول لكم، في مباراة بتروجيت انقاذ من على الخط في آخر لحظة، في مباراة سيراميكا انقاذ من على الخط في آخر لحظة، النهارده في مباراة البنك الأهلي انقاذ لانفراد تام من أسامة فيصل هيطير علينا الماتش كله. في آخر المباراة اسيست لهدف الفوز والحسم للدوري لأسامة أبو علي. 100% هو دوري ياسر إبراهيم الرجول. احنا ما بنطلعش ننتقد وبعد كده ما نقولش الإيجابيات، ولكن ده دوري ياسر إبراهيم وأنا لسه على وعد إن شاء الله المباراة الأخيرة اللي هي مباراة الفوز وإن هو النادي الأهلي ياخد الدوري بشكل تام، هعلق صورة ياسر إبراهيم ورايا. إنقاذ مباراة سيراميكا. أنا قلت لكم يا جماعة، قلت لكم من ساعة الإنقاذ ده بيفكرني بإنقاذ بالظبط كرة أطهر الطاهر في مباراة دوري أبطال أفريقيا، اللي دي كانت قايله لي خلاص ده عنوان ان النادي الاهلي بطل دوري ابطال افريقيا. هي عاوزان برضو كرة ياسر ابراهيم في ماتش سيراميكا انقاذه من على المرمى في اخر ثواني. هو ان شاء الله الدوري عاوز الاهلي يا جماعه، هي بتبقى مؤشرات كده سبحان الله، لكن ده دوري ياسر ابراهيم. النهارده بيدوا امام عاشور رجل المباراه، مع اني انا كان نفسي برضو ياسر ابراهيم هو ياخد جائزه رجل المباراه، لاني بصراحه يا جماعه المفروض نعمل تمثال لهذا الرجل بجد يا جماعه. يعني شابوه ياسر ابراهيم، شابوه وسام ابو علي. يعني امبارح لما طلعوا وقالوا انه وسام ابو علي مصاب، انا كنت في حاله اختناق، كنت مخنوقه. لا ما ينفعش ده، الله اكبر عليه، ابتدى يتنفس. حبيبي كان مخنوق، كولر كان خانقه، رجع من تاني. وسام اللي بيجيب اجوال في البلاس 90. معلش احنا لا احنا ما سهرناكوش معانا، احنا غلطناكم معانا. في ناس قاعده في فيديوهاتهم دلوقتي مجلوطه، حرفيا مجلوط. ولكن هكذا هو النادي الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس. العفريت اهو النادي الاهلي اهو. كن فخورك بكونك اهلاوي، كن فخور ان انت بتشجع النادي ده بعبع افريقيا. ده معاه مفيش مستحيل، والله معاه مفيش مستحيل. بتبقى قاعد بتتفرج على الاهلي ومتاكد 100% ان هو هيكسب ان شاء الله بمشيئه ربنا، لان في عزيمه وروح واصرار. النهارده النادي الاهلي ما كانش احسن حاجه. امام عاشور يا جماعه، امام عاشور الساطور يا جدعان يا جدعان يا جدعان. بص الجول بتاعه دي ما ترجعش يا جدعان. ايمن الكاشف قالها دي ما ترجعش يا جماعه. الشطاشطه شطور امام عاشور. ولكن تغييره امام عاشور بتاعه عماد النحاس في الاخر، انا ما اعرفش انت سايب كوكا في يعني ليه؟ يعني ايه قصه كوكا اللي مكمل معانا الماتش وهو ما بيعملش اي حاجه؟ النهارده كوكا ومروان عطيه من اسوأ الناس اللي في المباراه. الشناوي ما اعرفش هو ما بيصدش ضربات جزاء، اسفه ما بيصدش كور، انا خلاص دماغي لحست. ولكن كل حاجه تهون، وجول وسام ابو علي نسانا كل الاخطاء النهارده اللي في الماتش. ولكن في حاجه يعني انا خدت بالي منها النهارده، وعلي معلول طلع من المباراه كان زعلان ودخل وما احتفلش مع اللعيب. من الواضح كده ان علي معلول مش هيكمل مع النادي الاهلي، لان بتبقى مؤشرات. ده الخبر الصادم الحزين، ولكن الله اعلم. بس هو طلع وما احتفلش مع اللعيب. الحمد لله يا رب على نعمه النادي الاهلي، الحمد لله على ان احنا اهلاويه. الفرحه يا جماعه بتحبنا، بتحب جماهير النادي الاهلي. ما ترجعش يا جدعان.